كل سنة وانتم طيبين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو الاخير. اخيرا الفيديو اللي انا متشوقة جدا جدا ليه ومنتظراه، وبقالي كتير قوي بحضر له، وحاجات كتير كده جدا بحضر لها. فيلا بينا كده النهارده نشوف احنا هنعمل ايه، والاجواء وكل حاجة، والحاجات اللي انا هعلقها والزينة، وتشوف معايا كل حاجة انا كنت عملتها بايدي. بجد الموضوع حلو جدًا، جدًا، جدًا. وخلاص بقى يعني عارفين الزينة لمّا بتتعلّق بتحسّي إن خلاص رمضان لسه يوم و2 وهيكون خلاص جِه. فيالّا بينا كده نشوف أنا عملت إيه، ولو أنتم حابين تستفسروا عن أي حاجة وتعرفوا أي حاجة، تعرفوا أنا عملت الحاجة دي إزاي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وأنا هارُد عليكم إن شاء الله. ويالّا بينا كده على الفيديو. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. ويالّا بينا على الفيديو القمر ده، بجد طالع من القلب، أقسم بالله كل حاجة أنا عاملاها من قلبي كده. فيالّا بينا كده على الفيديو. طبعًا لو أنتِ لسه أول مرّة تشوفي القناة والقناة عجبتِك، يا ريت إن أنتِ تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان إن شاء الله بإذن الله يوصل لِك كل فيديو جديد، يعني يوصل لِك الإشعار بكل فيديو جديد هانزّله. كمان ما تنسينيش من اللايك الحلو بتاعِك والكومنت الحلو بتاعِك اللي بيحفّزني، وكمان نكتب لبعض كلنا كل سنة وإحنا طيبين يا رب جميعًا يا رب. أول حاجة كده أنا بدأت من جوّه لبرّه، يعني إيه، بدأت من الصالون كده يا بنات، أشوف الحاجات اللي أنا هاحطها في الصالون. طبعًا كل حاجة كانت في دماغي بافكّر فيها قبل ما أنا أحضّر أي حاجة أو أعمل أي حاجة، فاهميني؟ يعني قبل ما أحط الحاجة كانت في حاجات أو أفكار كتير في دماغي. بصراحة كنت عايزة أعمل حاجات أكتر من كده، بس يعني برضه الوقت خلاص عارفين الوقت كان سيفإن تقطعه قطعًا، خلاص بقى يعني ما عادش وقت خالص. فأنا مضطرة إن أنا أخلّص يعني أعمل بالحاجات اللي معايا. بصراحة كنت ناوية أعمل مفارش وحاجات من دي. آمم يعني عايزة أعمل مفارش اللي هي كانت طالعة ترندي والحاجات الحلوة اللي كانت طالعة دي. بس يعني إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نعمل حاجات أكتر من كده إن شاء الله. زي ما أنتم ما شُفتوا أنا أول حاجة طبعًا حطيت الهلال اللي أنا كنت عملته بالورود، وعلى فكرة أخد منّي وقت كتير جدًا، جدًا، بس الشكل النهائي عجبني جدًا، جدًا. طبعًا أنا حبيت إن أنا أحط الهلال كده على الطقطوقة جنب الشباك كده. بالليل بيدّي إضاءة حلوة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا شِلت منه النور اللي هو كان لونه دهبي، وحطيت أنوار حسيته يعني النور الدهبي الأنوار دي أقوى بكتير من النور الدهبي، فحبيت طبعًا إن أنا أعمله كده. وعملت هلال من اللي هو عارفين يا بنات القاعدة بتاعة التورت اللي بتيجي مع التورت، عملت منها هلال بالقاعدة بتاعته كده، وحطيته على الطقطوقة التانية. وطبعًا فرشت المفرش اللي هو عامل زي الرنر، على فكرة أنا اللي عاملاه، وعاملاه على فكرة بالشمع عادي مش مخيطاه ولا أي حاجة خالص. وحطيت عليه الحامل والمصحف اللي أنا عملتهم برضه، يعني الحامل أنا اللي عاملاه، والغلاف بتاع المصحف أنا اللي عاملاه. تمام يا بنات؟ فإن شاء الله بإذن الله كده ربنا يا رب يعني يبلغنا رمضان إن شاء الله على خير بإذن الله. زي ما أنتم ما شايفين ال3 فوانيس القمر اللي هُم شبه فوانيس أيقية لأنهم دهبي دول حلوين جدًا، جدًا، جدًا. برضه أنا اللي عملتهم، كنت برضه أخدت فيهم وقت كتير جدًا عقبال ما خلّصتهم. فأكيد كل الحاجات دي بتاخد منّي وقت كتير وتعب كتير، بس النتيجة في الآخر بتخلّيني بابقى مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا. وكمان لمّا بيكونوا الأولاد مبسوطين حواليّا دي عندي بالدنيا كلّها. فأنتم زي ما أنتم ما شايفين أنا عملت 3 فوانيس من المقاس الكبير والوسط وكمان الصغير. وجبت بقى اللون الأصفر كده بدأت إن أنا أدخّله من الجنب. أنا سايبة في كل فانوس فتحة كده من الجنب، علشان عاملة حسابي إن أنا هادخّل فيه يعني هاحط فيه الأنوار وكده. فحطيت الأنوار زي ما أنتم ما شايفين، حطيته هنا زي ما أنتم ما شايفين كده في دخلة الصالون. حطيت ال3 عملتهم بالورد كده يا بنات، علشان يبقوا مدينّي شكل كده لطيف وشكل حلو. وبعد كده خلاص خلّصت الصالون وخلّصت كل حاجة أنا المفروض أحطها فيه، ما عدتش هاحط حاجة تاني. رُحت بقى على السفرة زي ما أنتم ما شايفين كده، برضه حطيت عليها المفرش اللي هو شبه بالضبط بتاع الصالون. يعني الصالون والسفرة المفارش بتاعتهم هي واحدة بس، اللي عليهم بكّار ورمضان بكّار وجياستي وبطوطة ورشيدة. فحطيت إيه، المفرش ده كده هنا. طبعًا أنا ما ينفعش ييجي رمضان من غير ما أكون حاطة لمسة الخيامية، أو يكون في الأجواء بتاعتي أو في الحاجات بتاعتي اللي أنا حاطاها الخيامية لازم تكون موجودة معايا. مع إني كنت عايزة أعمل السنة دي المفارش، ويبقى المفارش اللي هي لونها بيج دي وفيها دهبي، وأبقى خلاص أخدت كده ال هانسّق البيت عندي بالمفارش والحاجات دي كلّها اللي هي الألوان الدهبي والبيجات، اللي هي المفارش اللي طالعة ترند دي اللي شكلها قمر دي اللي معمولة بالجلد تقريبًا. كنت خلاص هاعملها، بس يعني يعني الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل، ما فيش وقت وما فيش نصيب.
بس إن شاء الله بإذن الله نعمل الحاجات دي مع بعض السنة الجاية، نشوف إيه اللي طالع trend ونبتدي بالمفارش إن شاء الله. ف طبعًا زي ما قُلت لكم أنا كده ما أقدرش يعني رمضان ييجي يعدّي عليّا كده من غير ما أكون مدخّلة حتّة خيامية كده في الموضوع، فلازم أكون مدخّلة الخيامية، فالسنة دي برضه الخيامية معايا. في ألوان مختلفة في الخيامية شوية، وبالذات اللون الأزرق القمر اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده، بجد أنا أول مرّة أشوف اللون ده، يعني لمّا جوزي جابه لي بصراحة كنت أول مرّة أشوف اللون الأزرق مع البني مع بس بجد طلع خطير، 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 حلو جدًا، 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 وأخد كمان من لون الرُكنة مع الستاير والألوان البُنيّات، وكمان دخّلت معاه اللي هم الخدوديات البُنيّات فشكلهم حلو جدًا، فبصراحة كان عندي بكّار وفطوطة أو بطوطة بكّار ده بوجي وطمطم، ده بوجي وطمطم معلش يا بنات الأسماء دخلت في بعضها، فكان عندي بوجي وطمطم، فحطيتهم برضه كده ادّوا برضه شكل حلو وبرضه أجواء رمضانية حلوة جدًا، وعملت يا بنات من المفرش اللي هو جوزي جابه لي ده عملت برضه منّه runner وأنا اللي عملته برضه يا بنات وحطيت فيه الفرانشا اسمها فرانشا اللي هي في الأجناب دي برضه حطيتها وعملت منها مفارش صغيّرة أوي للمكتبة دلوقتي هتشوفوها. حبيت بصراحة أحط على الترابيزة حاجة بسيطة جدًا، جدًا، لإن طبعًا أنتم شايفين الألوان كتير وكده، فأنا قُلت خلاص هاحط معايا التمرية. حطيت التمرية على صينية كده زي ما أنتم شايفين لونها إزاز، مديّة شكل حلو جدًا، جدًا، وخفيفة كده وبسيطة جدًا، 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 وحطيت فيها التمر كل سنة وأنتم طيبين زي ما أنتم ما شايفين، وغطيته بقى علشان طبعًا الأولاد لمّا تيجي من المدرسة تاكل أكيد يعني. كان عندي الترِك بتاعي الأنوار بتاعتي كان فيها فانوس وهلال اللي هُم الدهبي النحاس دول، ف زي ما أنتم ما شايفين كده أنا إيه، قُلت برضه أستفاد منهم بحاجة فحطيتهم في الصينية بتاعتي يدّوني برضه الشكل كده الدهبي الحلو ده برضه، ويبقى برضه الشكل لطيف وألطف بكتير مما يكون الصينية بيضا كده، حسيت إن هي مش باينة أساسًا، يعني الصينية مش باينة تحت الطمرية، حطيتهم كده زي ما أنتم ما شايفين. تمام يا بنات يعني أنا لحد هنا في الفيديو أنا كنت مستمتعة جدًا، جدًا، جدًا وأنا باشتغل في أي حاجة، هو كل فيديو أساسًا أنا مستمتعة وأنا شغّالة في كل حاجة وباعمل كل حاجة. تعالوا بقى نروح على المفاجأة الحلوة جدًا، جدًا، جدًا دي، اللي هو أكبر فانوس يعني أنا شُفته في حياتي. أكبر فانوس شُفته في حياتي ممكن يكون موجود في بيت، هو الفانوس اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده، فزي ما أنتم شايفين فانوس رمضان كبير جدًا، حلو جدًا، 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 عملته برضه بالقماش الخيامية بس عليه فوانيس، طبعًا أنتم عارفين الفوانيس جديدة وكده، فإحنا نجيب القماش بتاع الفوانيس والحاجات دي حلوة جدًا، 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 وزي ما أنتم شايفين طبعًا حاطة فيه أنوار وحاجات لسه هتشتغل دلوقتي ولسه هتشوفوا كل حاجة، بس اصبروا بس. فأنا حطيته جنب الشازونج كده في داخلة الطرقة، شكله برضه لطيف وحلو جدًا وكبير، على فكرة يعني ممكن أعلّقه في الشارع، بس عندنا في الشارع عاملين أنوار كتير وكده، فهو مش هيبان فاهمين؟ فأنا سِبته في البيت كده زي ما أنتم شايفين برضه الأولاد فرحانين مبسوطين بيه جدًا، جدًا، جدًا. وزي ما قُلت لكم أنا عاملة مفارش صغنونة أوي كده للمكتبة، دلوقتي هتشوفوها معايا، بس قبل ما أحُط المفارش قُلت أحُط كده أنوار ورا المفارش، بحيث إن أنا برضه لمّا أحُط المفارش بتاعتي الأنوار كده تدّيني إيه، يعني تخلّي الواحد عينه تروح على الحاجة عشان يشوف الحاجة اللي موجودة، طبعًا المفارش صغيّرة أوي، فأنتم هتشوفوا دلوقتي لمّا أحُط بقى الإضاءة والأنوار وكده هتفرق جدًا، جدًا في الشكل. طبعًا عملت الهلال القمر ده برضه، في حاجات كتير يا بنات أنا عملتها ولسه ما نزّلتلكوش الفيديو بيها، لإن أنا بُصّوا خلاص بقيت يعني متحمّسة جدًا، جدًا إن أنا أعمل الفيديو ده، وقُلت خلاص بقى يعني خلاص اللي يسألني على حاجة أو عايز حاجة من الحاجات دي أنا هانزّلها له يعني هانزّلها لكم وخلاص، لكن طبعًا أنا خلاص ما عُدتش قادرة أصبر، ما عُدتش قادرة أستنى، أنا عايزة أحُط بقى زينة رمضان وأحُط الحاجات دي كلّها طبعًا في ناس عمّالة جنبي آآ ناس جنبي كتير عمّالة تفرقع بومب وصواريخ وحاجات من دي، سبحان الله يعني مش عارفة يعني بقى لي يومين على الحال ده، طبعًا الناس فرحانة عندنا في الشارع وعاملين أنوار وحاجات جميلة جدًا، هاصور لكم برضه الحاجات دي، ف يعني الناس فرحانة جدًا عمّالين مش هو المشكلة مش أطفال، هم الكبار هم اللي عمالين والله يفرقعوا صواريخ وبومب وعمالين يضحكوا من تحت، وبُصّوا ما شاء الله، ما شاء الله ربنا يدخل يعني يدخّل على قلوبنا جميعًا يا رب السعادة، ويدخّل على قلوب الناس كلّها السعادة، ورمضان ييجي بالخير وبالسعادة يا رب اللهم آمين.
زي ما أنتم ما شايفين مفارش قد إيه قمر وصغنونة جدًا، جدًا إزاي، علشان عندي المكتبة صغيرة، فطبعًا قعدت كتير عقبال ما عملتهم. بس شايفين أساسًا أنا عملت المفارش يعني بُصّوا كل جنب من المكان في الصالة عملته بألوانه بحاجته مع بعضها فاهمين؟ يعني أنتم شايفين طبعًا اللون البني في الأزرق ده أنا عملته في الكنبة والمفرش اللي على الترابيزة، وعملته كمان في مفارش المكتبة علشان يبقى كل الأشكال كلّها matching كده مع بعض، يبقى شكل حلو وشكل لطيف. هنا الشازلونج بصراحة ما كنتش عاملة له أي حاجة، وكنت مقررة إن أنا مش هاعمل له أي حاجة خالص، غير إن أنا أحط عليه يعني أحط عليه اللي هم المخدات اللي هم شوية فيهم الشكل الرمضاني ده اللي أنتم شايفينه قدامكم ده. فحبيت بس إن أنا أحط دول كده بس على الشازلونج ما احطش أي حاجة، مش عارفة قولوا لي برضه يا بنات في التعليقات حلوين والّا أشيلهم خالص؟ حاساهم برضه يعني مش لايقين على المكان، أو ممكن أحط يعني أعمل خدوديات باللون الأزرق اللي هو على الكنب، صح يا بنات؟ أعملهم كده باللون الأزرق اللي هو على الكنب بيتهيأ لي هيبقى شكله ألطف كتير. تعالوا بقى نشوف هنا طبعًا لازم يكون في الشراشيب اللي لازم تتعلّق في البيت كلّه، ويبقى البيت كلّه مليان شراشيب، طبعًا باورّيكم الحبل بتاع الشراشيب، بس أنا هاعلّقه بقى مع نفسي، هاورّيكم بقى الشكل النهائي في الآخر، هاورّيكم الأجواء، هاسيبكم بقى تستمتعوا بكل حاجة، وتشوفوا كل حاجة، وتشوفوا الحاجة وهي منوّرة، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كمّلوا أنتم بقى الفيديو يا بنات، هاسيبكم مع الأجواء الرمضانية اللي موجودة في البيت عندي، تشوفوا كل حاجة بالتفاصيل. فأشوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا بضربك يا رمضان وحوي يا وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال وألوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال وألوان في الدار خيرك أشكال وألوان بكرة في عيدك نلبس فستان وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا بضرجة يا رمضان وحوي يا وحوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يا ننوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا